السلام عليكم. اليوم راح ندير مادلين خفيفة شيشة وسهلة جدا للمجة للأطفال هذا الأسبوع تاع الامتحانات أو حتى للعطلة، يعني بمقادير بسيطة جدا. هنا حطيت بيضتين، لازم نخفقها من مليح هذوك البيضتين حجم كبير، وزدت عليهم كأس سكر حبيبات. نخفق مليح كأس السكر هذا على 3 مراحل، نسكبوه ونخفق مع الخفق المستمر. ثم نضيف كأس إلى ربع من الزيت، يعني كأس ناقص إصبع من الزيت. أنا حتى ولا الخليط عندي كيفاه باهت. نضيف الزيت تدريجيا مع الخلط المستمر دون توقف. ثم نضيف كأس حليب دافئ أو كأس إلى ربع من الحليب الدافئ، ثم ملعقة من الفانيلا ونخفق مليح. بعد نضيف الطحين يكون منخول، وكيس خميرة كيميائية وزن 10 جرام. نلمها بالفارينة حتى نتحصل على خليط كريمي، مش سايحة ومش يابسة. يعني انا دات معايا واحد انتي ونوع الفارينة، ما نقدرش نقول لك قداه دات معايا فارينة، المهم نحصلوا على خليط كريمي. نخلط المكونات ثم نحطهم في البلا هذاك الخاص بالمادلين. نحط فيه هذيك الكيسات الورق اللي يطهو فيه المادلين. في نفس الوقت عندي الفرن شاعل على 200 درجة، نشعله يعني نسخنه مليح. من بعد لو حنحطها تطيب نهبط الحرارة إلى 180 درجة. خليها كي تبدا تشمي الريحة تاعها، يعني بلا طالعة ريحة تاع الطياب، نحل عليها ونشوفها، ندخل فيها سكين او كردون. كي تخرج لك شايحه شعلي لها من الفوق وخليها تحمر ونحيها. لكن لقيتها يعني مازالت تلصق في السكين العجينه، خليها زيد لك شويه. هذه هي سهله مهله، ما تديش خلاها الوقت. والبنه ما عندي ما نحكي عليها، تقطع لك واحد 26 28 حبه، يعني تعطيك كميه ما شاء الله من حجم متوسط، مش صغيره خلاص ومش كبيره. مادلين خفيفة ظريفة ديراها في العطلة لأولادك في هذا الأسبوع، يعني الامتحانات. ربي يوفق كل الأطفال من أروع ما يكون. كمل هكا ثم نلتقي فيما بعد. هذا القوام اللي نتحصل عليه. دركا نبدا نهزهم مغرف ونسكب في هذوك الاكواب تاع الورق هذوك تاع مادلين. نحطهم 3 أرباع، يعني ما نعمرش الحبه باه ما تفيضليش، يعني بعد تنفخ تفيض. نحطها 3 أرباع، يعني نخلي ربع بركه من هذاك الحجم تاعها، ما نعمروش. ومن بعد ننفض هذاك البلا تاعي وندخلو للفرن. خلاها طيب، ما تديش وقت يعني ياسر، هي عسوها. كي تشمو ريحتها حلي الفرن تاعك، تلقاي تدخلي فيها السكين. كي تلقاها شاحت تشعلي لها من الفوق، تلقاها مازالت ما شاحش تلصق في هذاك السكين او الكردون، خليها زيد شويه ومن بعد زيدي شوفيها. هذه هي المادلين تاعنا من اروع ما يكون، خفيفه تذوب في الفم، متاكده اطفالكم راح يعشقوا فيها. جربوها ما راحش تندموا. وصفه سهله مهله بسيطه اقتصاديه للعطله او هذه يختموا هذه الايام، يعني ما تديش منك يعني وقت كبير، وقت هادم اليامات الحارجة. ديريها لهم، خليهم يفرحوا، خليهم يخرجوا شوية من حالة الخوف في الامتحانات هذيك. ربي يوفقوا أولادنا. هذه المادلين تاعنا بعد ما طابت، شوف كيفاه جات تهبل، شوف كيفاه خفيفة طرية والداخل فارغة مش معجنة، تجيك ما شاء الله. مادلين من أروع ما يكون، خفيفة ظريفة بنينة روعة. جربوها ما راحش تندموا. انا درتها هكا سامبل، ما حشيتها ما غلفتها، يعني تحب تحشاها كراميل ولا تحشاها كونفيتير ولا تحشاها شوكولا بعد ما تطيب، ولا تحبي تطليها من فوق بالشوكولا تزينيها لهم فيرميسيل حلوى، لكم الاختيار. انا درتها هكا، اللي كان عندي درتها، حبيتها سامبل. هذه هي المادلين تاعنا، الوصفه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تعجبكم، تكون نالت اعجابكم وكانت خفيفه ظريفه عليكم. ان شاء الله تشاركوا في قناتي، تعملوا لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.
وإلى الملتقى إن شاء الله. والسلام عليكم، وربي يوفق أولادكم في الامتحانات وينجحهم كاملين بعلامات يعني وبمعدل عالي يا رب العالمين.